السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الاكله الجميله اللي انتوا شايفينها دي. كنت عامله كده النهارده اجنحه دجاج ورقاب، كان عندي في الفريزر يعني، فقلت اطلعهم كده. كان الاولاد عايزينهم مشويين، فانا طبعا عملتهم كده على البوتاجاز بخلطه الفراخ المشويه يعني. فهوريكم دلوقتي التتبيله، كان زي الفراخ المشويه بالظبط والله، وعملتها كده على البوتاجاز عندي، واستغليت كمان الصلصة بتاعتها عملت بيها حاجة كده. وتعالوا يلا اوريكم دي المقادير بتاعة الأكلة بتاعتنا، وتعالوا اوريكم بقى ايه كده الطريقة واحنا بنعملها مع بعض. انا كنت جايبة حلة كده زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها شوية زيت، معلقة زبدة. عادي انتي ممكن تحطي شوية زيت بس مش لازم زبدة، لو عندك حطي، ما عندكيش عادي. وانا بقى جبت الحلة كده، وطبعا كنت مخرطة البصل بتاعنا مقطعاه طرنشات. ونزلت كده طبعا بعد ما الزيت سخن شوية ومعلقة الزبدة ساحت شوية، نزلت كده بالبصل بتاعنا. هشوح كده طبعا البصل كويس جدا في الزيت. هسيبه يدبل سنة كده، وهحط بقى التوم بتاعنا. كنت مقطعاه برضو شرايح، كنت زي ما انتوا شايفين كان كبير ما دقتهوش، انا قطعته شرايح كده وهحطه كده مع البصلة بتاعتنا اهي، وهقلب برضو كله كده ده مع بعضه. بس ما شاء الله مش عايزه اقول لكم والله بجد يا جماعه الاكله دي كانت تحفه جدا، وكانت ريحتها جميله جدا، والاكل ده زي ما انتم عارفين نفس يعني. ف بس كل واحده بقى ايه وطريقه اكلها في البيت، وممكن تعملي كذا طريقه يعني لولادك عشان ما يزهقوش مثلا من الفراخ اللي هي مسلوقه، او مثلا فراخ في الفرن. فانتي ممكن بدل ما، لو انتي مش عندك شوايه وفحم والكلام ده، ممكن تشويها عادي كده على النار بنفس طعم الفراخ المشوية يعني. تعمليها على النار كده عندك على البوتاجاز، مش هتقول لأ يعني. بس كده نزلت بحبيتين طماطم على البصلة زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب كل ده مع بعضه يعني، هشوحه كده كله مع بعضه. اخليه بقى ياخد يعني سوا شوية كده على النار، كل ده يتبل كده في قلب بعضه. وهنزل بقى كده ايه بالتوابل بتاعتنا برضو، عشان طبعا التوابل دي يا حبايبي انا عاملاها في البيت يعني. بصوا، حاطه كمون، على فلفل اسود، على كزبره ناشفه، على ورق لوري، على حبهان وقرفه، كل ده كده انا فرماه مع بعضه في الخلاط. مش عايزه اقول لكم على ريحه التوابل بتاعتنا تحفه وجميله جدا. بس التوابل دي يا جماعه انا بعملها مخصصة للخلطة بتاعة المحشي، او هتعملي مثلا اي طبيخ عندك، او مثلا هتعملي فراخ بالطماطم كده. فانا بعمل التتبيلة دي لكده. اي حاجة تانية بقى بتبقى حاطة التوابل بتاع كل حاجة لوحدها. بس التوابل اللي على بعض دي انا عاملاها زي ما بقول لكم كده للمحشي او للفراخ او للطبيخ. بس كده. وده طبعا الاجنحة بتاعتنا طبعا سبتها لما فكت كويس جدا، وشطفتها كده طبعا اوريدي كنت غسلاها وحطها في الفريزر. بس بعد ما فكت شطفتها تاني، وقلبت كده كله مع بعضه هو على البوتاجاز. شوحت يعني الفراخ بتاعتنا في قلب التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. احلى تتبيله بجد والله، وريحتها تحفه جدا، وولادك هيحبوها كمان، وسهله وسريعه، مش هتاخد وقت معاكي يعني. بس وهتروحي بقى سايبه الفراخ بتاعتك كده على النار بالتتبيله بتاعتها دي، هتحط لها بس كوبايه ميه، وهتسيبيها بقى تستوي براحتها كده على النار. بصي بقى الوصفه بتاعتنا دي تعملي جنبها شويه رز، شويه مكرونه محمرين، عايزه تاكلها بعيش، بصوا بتنفع بجميع الاحوال يعني، عادي. انا كنت عامله جنبها شويه رز ابيض كده بس، وكنت عامله وعملت بقى كده شويه بطاطس في الشوربه بتاعه الفراخ دي. هوريكم برضو دلوقتي انا هعملها ازاي. ما تنسوش تشتركولي في القناه، قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. ما تنسوش يا جماعه اللايك، وقبل اي حاجه، قبل اللايك وقبل الاشتراك وقبل اي حاجه، عايزاكم تذكروا الله وتصلوا على النبي، احسن من اي حاجة في الدنيا يعني. بس كده يا حبايبي الفراخ بتاعتنا كده بعد ما استوت كده كويس جدا واتأكدت ان هي استوت، هطلعها طبعا كده في قلب مصفى عندي او حلة كده زي ما انا طلعتها بس، وهحطها كده على جنب. انا ليه بقول لكم طلعوها في مصفى؟ علشان انا هحمر الفراخ بتاعتنا دي في الزيت. مش عايزه اقول لكم بقى بعد ما طلعتها من الخلطه دي
لما بتيجي تحطيها بقى في الزيت وتتحمر مش عايزه اقولكوا على لونها، بيبقى جميل جدا، بتاخد لون كده معاكي زي الفراخ المشويه بالظبط. يعني انا هوريكي دلوقتي لونها بعد ما بحطها كده في الزيت، بعد ما بطلعها من التتبيله دي. والتتبيله بتاعتنا دي بقى طبعا انا مش هرميها ولا مثلا هشيلها، لان انا هعمل بيها اكله دلوقتي برضو تحفه كده، حاجه جميله. انا قطعت بطاطس كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، واحطها هنزل كده في قلب التتبيله بتاعتنا بقى. طبعا انتوا عارفين التتبيله دي بقى طعمها يعني واخد من الفراخ وال وحاطه فيها البصل والثوم والتوابل ومظبطاها يعني زي ما انتوا شايفين، وطعم التتبيله تحفه. نزلت كده بقى بالبطاطس بتاعتنا كده، مش عايزه اقول لكم على شكل البطاطس في الاخر، كانت مكرمله كده وكانت شكلها جميل جدا وطعمها تحفه وريحتها جميله جدا يعني. جربوا بس كده الطريقه دي والله بجد هتدعولي. زي يعني غيري كده بدل صينيه البطاطس بالفراخ، يعني دي برضو بطاطس وفراخ بس الطريقه غير يعني. بس عملت بقى كده شويه رز ابيض، جبت برضو معلقه زبده مع شويه زيت، وحطيت كده طبعا الرز بتاعنا بعد ما غسلته، نزلت كده على الزيت بتاعنا. عايزه تعمليه بشعريه عادي، عايزه بص انا كنت الصراحه اعمله ابيض يعني، بس انا بقى ايه، لقيت ولادي اللي هم قعدوا يقولوا لي عايزينه بشعريه وكده، فانا رحت بقى ايه حمرت شويه شعريه بعد ما حطيت الرز. والله يا جماعه بعد ما حطيت الرز وقلبته رحت محمره شويه الشعريه في طبق تاني، ونزلت كده ايه بالشعريه على الرز. فعادي يعني ممكن تعمليه ابيض ممكن تعمليه بشعريه. بس طبعا كنت عامله بقى عصير تانك كده جنب الاكل، عشان اصلا في اليوم ده كنت صايمه. انتوا عارفين بقى في شهر رجب والناس وشهر رجب بيحب يعني الصيام، كنت بصوم اتنين وخميس. فانا كنت بقى في اليوم ده كنت صايمه، فطبعا عملت ليا كده عصير يعني اشربه على الفطار، وجهزته كده وشلته يعني في التلاجة. كنت عامله عصير تانك كده زي ما انتوا شايفين بالبرتقال تقريبا او بالمانجا. بس وهقلبه كده بقى وظبطت السكر بتاعه، وهشيله بقى كده في التلاجة يبرد كده عقبال ما اخلص الفطار بتاعنا يعني. بس وهرجع بقى اشوف بقى الرز، وهشوف الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت والبطاطس بتاعتنا الجميلة يعني بعد ما استوت كده. ما شاء الله حاجة كده تحفة. دي كده البطاطس بتاعتنا، انا فصلت عليها النار طبعا بعد ما استوت خلاص واتشربت كل الشوربة كده، ما تبقاش كده شفتوا الزيت اللي على الوش ده كده، ده طبعا الزيت ده كله كان نازل من الفراخ يعني. والرز بتاعنا الجميل برضو بعد ما استوى كده ما شاء الله يعني. وعملت بقى شوية سلطة جمال كده، قطعت طماطميتين على قرن فلفل واحطهم برضو كده جنب الاكل. ودي بقى الفراخ بتاعتنا هحمرها كده في الزيت. مش عايزه اقول لكم بقى ساعه ما هتحطيها كده في الزيت هتاخد معاكي لون احمر كده تحفه بجد وجميله جدا والله يا جماعه. وانا كنت يعني كان عندي شويه اللي هم الرقابه دول كانوا فايضين يعني من الفراخ عندي، فعملتهم كده مع الاجنحه يعني. حمرتهم كده وسويتهم مع الاجنحه يعني كانوا جمال برضو يعني. بس وهوريكم بقى الاكل دلوقتي في الاخر حاجه كده تحفه ما شاء الله. عايزاكم قبل اي حاجه تصلوا على النبي وتذكروا الله، متنسوش تشتركوا لي في القناه، قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. ودي الفراخ بتاعتنا طبعا بعد ما اتحمرت، ده بصوا اللون ده كده تحفه جميل جدا، اكنك حاطه لها صوص مثلا او مكرملاها او محمراها يعني. بصي كانت شكلها تحفه وجميله جدا وكانت مستويه كويس جدا. وقدميها بقى جنب مكرونه محمره جنب شويه رز بشعريه زي ما انا عامله كده، مش هتقولك لا يعني ما شاء الله الاكل في